أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. كل عام وأنتم بخير. هنبدأ نكمل الدرس الأولاني بالنسبة لثورة 23 يوليو. بس ما تنسوش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وأي حاجة محتاجة تقدر تتواصل معانا في التعليقات. كنا وقفنا عند إنجازات ثورة 23 يوليو 1952. هنلاقي إنجازات متعددة كتير، منها في المجال السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، العربي، الدولي. نبدأ بالنسبة للإنجاز في المجال السياسي. أول حاجة هنتكلم عنها في ديسمبر 1952 إلغاء دستور 1923. دي أول نقطة. يناير 1953 حل الأحزاب السياسية. ماشيين بالترتيب الأحداث أهو. يوليو 1953 إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وكان أول واحد مسك حكم مصر كرئيس الجمهورية اللواء محمد نجيب. طيب. إيه تاني بالنسبة للإنجاز في المجال السياسي؟ كده قلنا على ثلاثة. أكتوبر 1954 توقيع اتفاقية الجلاء. الجلاء يعني خروج الإنجليز من مصر، وفيها جلاء القوات الإنجليزية عن مصر خلال 20 شهر من توقيع الاتفاقية. الإنجاز الخامس في المجال السياسي، يونيو 1956 جلاء الإنجليز خروجهم من مصر بعد احتلال لمصر 74 عام، وأصبح يوم 18 يونيو عيدا للجلاء. طيب، عندي يوليو 1956 تأميم شركة قناة السويس، وأصبحت شركة مصرية بإرادة مصرية. شركة كلها من مصر، واللي بتديرها مصر. بعد كده هتفكر عليها بريطانيا. ده بالنسبة للإنجازات في المجال السياسي. طب إيه الإنجاز في المجال الاقتصادي؟ كان في إيه؟ عندنا إنجاز في المجال الاقتصادي. أول حاجة هنتكلم على نسبة الإنجاز في المجال الاقتصادي. في المجال الاقتصادي نتكلم على الزراعة والصناعة والتجارة. طيب، بعديها نبدأ أول حاجة في الزراعة. هيتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وبالتالي توسع في استصلاح الأراضي الزراعية وخصوصا المناطق الصحراوية. زادت مساحة الأرض الزراعية. بعد ذلك إنشاء السد العالي، وده اتعمل امتى؟ 1971. بدايته كان في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، تم الانتهاء منه في عهد الرئيس محمد أنور السادات. طيب، ليه اتعمل السد العالي؟ بما تفسر. اذكر السبب. أقول حاجتين: واحد، حماية مصر من الفيضان. اثنين، تخزين المياه وتوليد الكهرباء. طيب. وطبعا دي صورة السد العالي وتخزين المياه. الصناعة. الإنجازات في الصناعة. عندي الإنجازات في الصناعة. نبدأ نتكلم الأول عن إنشاء مصانع جديدة مثل الحديد والصلب بحلوان، والأسمدة بأسوان. أسمدة سين، أسوان سين، تبقى أسمدة أسوان. حديد وصلب حلوان، ودي ح مع الخاء. طيب، التعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني. بقى في تعليم صناعي ومراكز تدريب المهني. البحث والتنقيب عن البترول وانشاء معامل لتكرير البترول. طيب، من ضمن الانجازات الثانيه، ده بنتكلم عن انجازات في المجال الصناعه. في مجال التجاره، ده كله في الناحيه الاقتصاديه. تم فتح اسواق جديده في الخارج بما تفسر لتسويق المنتجات المصريه عشان نبيع المنتجات بتاعتنا في الخارج. تمصير البنوك. يعني ايه تمصير؟ جعلها ملك لمصر، وشركات التامين وشركات الاستيراد والتصدير. طيب، في المجال الاجتماعي، اهم الانجازات في المجال الاجتماعي. يا ترى اهم الانجاز عندنا
في المجالات الاجتماعيه. زي ايه؟ اول حاجه القضاء على الاقطاع. هو الاقطاع المستاذن اللي احنا كنا متكلمين عنه، في ناس تمتلك جزء كبير من الارض وناس ما عندهاش، بيسموها سوء توزيع الارض الزراعيه. اقامه عداله اجتماعيه. في عداله اجتماعيه، عاوزين يعملوا عداله اجتماعيه، ده في المجال الاجتماعي. طيب، من ضمن الانجازات اولا القضاء على الاقطاع. هيقدر يطبقها ازاي؟ العمل قانون الاصلاح الزراعي. ده امتى؟ سبتمبر 1952، وده بدايه تاريخ، اول تاريخ بالنسبه لثوره 23 يوليو، قبل ما يحلوا مجلس النواب او يلغوا الدستور والحاجات دي كلها. ثم صدرت قوانين اخرى حددت الملكيه ب 50 فدان، وده زاد من تملك الفلاحين للارض. يعني لو واحد عنده 200 فدان يتاخد منه 150 فدان ويسيبوا له 50 فدان بس، وده طبعا ادى الى تملك الفلاحون للارض الزراعيه. اقامه عداله اجتماعيه. طيب، اقامه عداله اجتماعيه ازاي؟ مجانين التعليم في كل المراحل الجامعيه وقبل الجامعيه. اثنين، إقامة الوحدات الصحية اللي هي المستشفيات والجمعيات الزراعية عشان تساعد الفلاحين. ثلاثة، تحديد ساعات العمل. تحدد ساعات العمل بالنسبة للعمال. طيب، كمان اشتراك العمال بمجلس الإدارات للشركات والمصانع، ويحدد لهم نسبة من الأرباح، ويتعمل قوانين التأمينات والمعاشات الاجتماعية للموظفين والعمال. وبعدين منح المرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس الأمة اللي هو مجلس النواب حاليا 1956. طيب، ده كله بالنسبة للمجال الاجتماعي. طيب، في المجال العربي والدولي، عندي في إنجاز في المجال العربي وفي إنجاز في المجال الدولي. أول حاجة نتكلم فيه في المجال العربي، سعت الثورة بسندت الشعوب العربية والأفريقية في نيل استقلالها، حيث ساندت كل من السودان، الجزائر، تونس، المغرب. دي كلها دول عربية، السودان والجزائر وتونس والمغرب كلها دول عربية توجد في الجانب الأفريقي. طيب، في الاستقلال ساعدت الكويت والعراق واليمن، دي دول عربية موجودة في الجناح الآسيوي. كينيا دولة أفريقية غير عربية توجد في أفريقيا. ده بالنسبة للمجال العربي. طيب، تحقيق أول تجربة عربية للوحدة العربية بين مصر وسوريا في فبراير 1958. يبقى أول وحدة كانت بين دولتين بالنسبة للعرب مصر وسوريا 1958. تأييد ومساندة حقوق الشعوب الفلسطيني في إقامة دولات مستقلة بعاصمتها القدس الشريف. طيب، في المجال الدولي، الإنجازات في المجال الدولي، المساهمة في تشكيل حركة عدم الانحياز، وظهر دور مصر الرابع مع الهند ويوغوسلافيا سابقا في مؤتمر باندونج الاندونيسي عام 1955، ثم كسر احتكار السلاح العالمي بعقد صفقة الأسلحة الشرقية. طيب، ايه المقصود بحركة عدم الانحياز؟ وده عندي عدم الانضمام الى اي من الكتلتين الشرقيه اللي هي الاتحاد السوفيتي والغربيه اللي هي الولايات المتحده الامريكيه. بكده نكون خلصنا الدرس. اتمنى ان هو يكون من اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.